وزارة التربية تقرر إضافة 5 درجات جديدة على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2022-2023. قررت وزارة التربية هيئة الري في جلستها الاستثنائية المنعقدة حديثا بإضافة 5 درجات قرار جديدة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل الثانوية الصفوف غير المنتهية، وكما يأتي: أضافت 5 درجات قرار إضافة إلى الخمسة السابقة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الصفوف غير المنتهية للدراسة الثانوية. يضاف المتبقي من درجات القرار السابقة إلى 5 درجات القرار الجديدة لمعالجة حالة التلاميذ والطلبة المشار إليهم في أعلاه. تكون درجات القرار واجبة الإضافة في حال تحويل حال التلميذ أو الطالب من الرسوب إلى الإكمال أو من الإكمال إلى النجاح. المرحلة الابتدائية يكون التلميذ مكملا بمادة أو مادتين بعد إضافة درجات القرار، ويحق له أداء امتحانات في الدور الثاني. المرحلة الثانوية يكون الطالب مكملا بمادة أو مادتين أو 3 مواد بعد إضافة درجات القرار، ويحق له أداء الامتحان في الدور الثاني. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله.